لو معاك داينوبيرا او ليجانزا بفتيس اوتوماتيك او حتى بتفكر تشتري واحده منهم، الفيديو ده هيفرق معاك جدا. هل عمرك سالت نفسك ازاي الفتيس بيشتغل بكل سلاسه من غير ما يسخن، او ايه اللي ممكن يعطل التبريد ويعمل لك مشاكل كبيره؟ في الفيديو ده هنكشف السر وهنعرفك على نظام تبريد الفتيس الاوتوماتيك بتاع الدايو، ازاي بيشتغل وايه اهم المشاكل اللي ممكن تواجهك وتحلها ازاي. خلي بالك الموضوع بسيط جدا، مهم لاي مالك للعربيه دي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الملاك، ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتعرف على نظام التبريد بتاع الفتيس الاوتوماتيك في الدايو، وليه العربية دي فيها مشاكل في الفتيس بتاعها، وايه هي اكبر مشكلة شائعة في الموضوع ده. اولا خلينا اشرح لك فكرة عمل نظام التبريد بتاع الفتيس ده. الفتيس الاوتوماتيك بيشتغل باستخدام الزيت علشان ينقل الحركة بين التروس بشكل سلس. مع كل مرة الفتيس بينقل بيحصل احتكاك، وده بيخلي الزيت يسخن جدا. لو الزيت فضل سخن زيادة عن اللازم هيبدأ يبوظ اداء الفتيس، وهنا تيجي أهمية التبريد. عندنا حضرتك الزيت بيمشي في خراطيم طالع من الفتيس ويدخل على حاجة اسمها سربنتينة. السربنتينة دي عبارة عن أنبوبة ملفوفة جوه الريداتير. الريداتير مليان مية بتلف حوالين السربنتينة. لما الزيت السخن يدخل السربنتينة الحرارة بتتنقل منه للمية، يعني ببساطة المية بتسحب السخونية من الزيت وتهدي درجة حرارته. بعد ما الزيت بيبرد بيطلع من السربنتينة ويمشي في الخراطيم راجع للفتيس، وبكده الزيت يكون جاهز يكمل شغله بكفاءة من غير ما يحصل مشاكل بسبب السخونية. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده مش داخل دماغك ولا داخل دماغي، ولكن دي كانت فكرة العمل اللي صممتها الشركة، علشان انت هتقولي ازاي الزيت هيبرد وهو معدي في ماسورة اصلا جوه الريداتير، والريداتير ده فيه ميه بتغلي. وده سؤال منطقي عجبني كنت مستنيه منك كشخص فاهم. حضرتك النظام ده الخواجة صممه وما اختبرش العربية في الظروف الكافية اللي تبين له العيوب اللي ظهرت مع الملاك. ملاك العربيات اللي فيها نظام التبريد ده بتواجه مشاكل شائعة، منها الآتي. أول مشكلة حضرتك هي إن الماسورة دي بيتراكم فيها شوايب بتسدها وتخلي ضغط الزيت يعلى في الخراطيم، ويحصل تسريب للزيت والفتيس يتضرر وينتش بسبب الشوايب اللي بتكتم البلوف، أو بيؤدي إلى مشاكل أكبر من كده. المشكلة التانية إن الماسورة اللي جوه الريداتير بتتخرم بسبب العوامل اللي هي فيها والزمن اللي بقالها فيه، فبالتالي حضرتك المية تدخل جوه الماسورة وتروح مع الزيت تدخل جوه الفتيس، يعملوا طحينة مع بعض ويكسروا لك الفتيس، ويخلي الغيارات صعبة علشان الميكانيزم اتضرر وبقى فيه كمية شوايب وحصل أكسدة لأسنان التروس. والله أعلم بقى إيه تاني حصل جوه، دي بترجع ليك أنت. هل أنت خدت بالك من الموضوع ده ولحقته في الأول، ولا كملت عليه لحد ما كسرت الفتيس؟ والمشكلة دي حضرتك بتحصل في معظم عربيات الدايو اللي بفتيس أوتوماتيك علشان نظام التبريد اللي الخواجة عامله ده. بس برضو نرجع وأقول لك ما تخليش كل حاجة على الخواجة، الراجل مش هيخلي باله من كل حاجة برضو. حضرتك في تعديل اخواتنا في الحرفيين بيعتبروه الحل البديل وتريح الدماغ من المشاكل والمصاريف دي كلها، وهو كالآتي. هتجيب كولر بتاع مازدا 3، هتثبتها جنب الريداتير بتاع العربية، وهتوصل خراطيم الزيت بتاعة الفتيس الدخل مع الدخل والخارج مع الخارج، وهتغير زيت الفتيس الجميل بتاعك، وهتغير فلتر الزيت برضو علشان نضمن ان العملية دي تبقى شغالة على نظافة. اللي هيحصل في التعديل ده ان الزيت هيخرج من الفتيس يخش في الكولر يتبرد بسبب ان الهواء الخارجي خابط فيه اساسا، وبعد ما الزيت يتبرد هيرجع تاني يدخل الفتيس في سلام. التعديل ده يا غالي بيضمن لك ان لو حصل تسريب ما يدخلكش مية جوه الفتيس ولا الكلام الفاضي ده كله. وحتى لو حصل تسريب حضرتك هتشوف الزيت بعينك واقع تحت العربية وهتلحق المشكلة قبل ما تحصل، وده هيوفر عليك تكلفة صيانة وإصلاح كبيرة كان ممكن يسببها النظام الأساسي بتاع العربية. خلينا قبل نهاية الفيديو أقول لك افحص مستوى الزيت باستمرار وغيره بانتظام. اتأكد من نظافة الريداتير والسربنتينة من أي شوايب. استخدم زيت مطابق للمواصفات اللي الشركة موصية بيه، وافحص الخراطيم والسربنتينة بشكل دوري لتجنب أي تسريبات أو انسدادات، وحافظ على كفاءة مروحة التبريد، وتابع مؤشر الحرارة بانتظام طول ما انت ماشي. وفي النهاية يا جماعة اتمنى ان الفيديو يكون افادكم وفهمتوا اهمية نظام تبريد الفتيس الاوتوماتيك وازاي تحافظوا عليه علشان عربيتكم تفضل في احسن حال. ما تنسوش ان الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة هما سر العمل الطويل للفتيس. لو عندكم اي استفسار او نقطة مش واضحة في الفيديو سيبوها في الكومنتات وانا هرد عليكم بنفسي. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم واشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.